سأكتب عن الجزائر. سأكتب عن أميرتي وحبيبتي. سأكتب عن من عرشت في داخلي. سأكتب عن من حملتني ودللتني وألبستني حرير الحب والأساوي. سأكتب عن مدينتي وطبيبتي ووطني الثاني. سأكتب عن الجزائر. في كل مرة أهمس اسمها أعود بذاكرتي إلى وطني سوريا. ضحكات أطفالها، جمال نسائها، كرم أهلها ونبع عروبتها. كأنني لم أغادر وطني، وإنما حللت كنجمة في سمائها. حملتني الجزائر إلى وطن لا يشبه أي وطن. وكأنك حين تعرفها تخرج من دائرة الزمن. تفوح منك روائح الياسمين وأنت تزورها. تنسيك العذاب وقسوة التاريخ والمحن. في عيون نسائها شيء من السحر لا يقاس بثمن. ولا يوجد جزائرية في الدنيا إلا وكانت متربعة على عرش الجمال والحضارة مثل العواصم في كل وطن. تعلمت من نسائها الصبر. تعلمت من أطفالها حب الحياة. تعلمت من مثقفيها معنى الثقافة. عاملتني بمنطق الوردة والريحان. جعلتني في زمن يلغي الهوية، في زمن نحتاج فيه إلى الإنسانية. جعلتني أعزف الحرف بالحنان لأخلص الإنسان من وجع الإنسان. ولا زالت كأمي تعطيني محبرتي وأقلامي وممحاتي والدفاتر. تعطيني الدفء والأمان وتنتشلني من قسوة الزمان ولا تطلب المقابل. أحب الجزائر من أجل الجزائر. أحمد تركمان.